الفيديو النهارده هقول لك على كام سر مهم قوي قوي عشان تزود بيهم معدل الحرق عندك. الاسرار دي اشتغلت معايا انا شخصيا ومع ناس كتيره اتمرنت معايا. يلا بينا نعرف. احلى مسا عليكم يا جماويه، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. معاكم كابتن محمد عواد. الفيديو النهارده هنتكلم عن الميتابوليزم او معدل الحرق. ايه هو معدل الحرق وازاي نزوده؟ ناس كتير مننا عندهم صعوبه في الحرق، عندهم مشكله ان هم على طول وزنهم بيزيد. احنا لو اتبعنا شويه الخطوات دي ان احنا نعلي بيها معدل الحرق عندنا، الموضوع هيفرق معانا جدا في وزننا. اول حاجه هو ايه معدل الحرق؟ الحرق هو مقدره جسمك ان هو يحول الاكل اللي انت اكلته ده لطاقه. كل ما زاد معدل الحرق عندك كل ما انت جسمك ما بيخزنش دهون. اول نصيحه، هنزود كميه البروتين اللي هناخدها في اليوم. كميه البروتين ما تقلش عن 30% من سعرات جسمك في اليوم. كل ما تزود كميه البروتين اللي بتاخدها في اليوم كل ما انت هتبني عضلات اكتر، كل ما انت هتحرق دهون بصوره احسن. نقطه تانية برضو، كل ما انت جسمك بقى فيه عضلات بكميه اكبر كل ما انت سرعه الحرق عندك هتزيد. الخلايا العضليه بتبقى خلايا نشطه بتحتاج كميه طاقه اكبر. لو احنا عندنا دلوقتي شخصين، واحد 100 كيلو بس ال 100 كيلو دول اغلبيتهم عضلات، واحد 100 كيلو تاني اغلبيتهم دهون، نسبه الحرق عند اللي عنده عضلات اكتر تبقى اعلى. تاني نقطه، لازم ننزل نتمرن في الجيم. لازم نعمل تمرينات مقاومه ونعمل تمرينات كارديو اللي هي الهيت، اللي هي الهاي انتنسيتي انترفال تريننج. عايز اقول لك انك لو اتمرنت تمارين الحديد اللي هي تمارين المقاومه مع كارديو، جسمك بيفضل يحرق في سعرات لمده يوم بعدها. يعني انت لو اتمرنت مثلا السبت، جسمك بيقعد لحد يوم الحد بيحرق في سعرات. يبقى دي كده تاني نقطه، ان احنا ننزل الجيم نتمرن ونلعب كارديو. تالت نقطه ودي مهمه قوي برضو، ان احنا نستخدم خل التفاح اول ما نصحى من النوم. معلقه على الريق بتفرق معانا جدا. خل التفاح بيحسن حساسية الانسولين، مفيد جدا في عملية الهضم. رابع نقطة، ما تثبتش على سعرات معينة طول الاسبوع. يعني انت مثلا لو جسمك محتاج 2500 كالوري في اليوم، ال 2500 كالوري دي على مدار الاسبوع تقسمها. يعني في يوم تاخدهم 2500، يوم تاخدهم 2000 سعرة، يوم تاخدهم 3000 سعرة، وهكذا. خلي جسمك دايما ما يتعودش على سعرات معينه. الحركه دي مفيده قوي، بتخلي عندك الحرق شغال بصوره كويسه قوي. النقطه اللي بعد كده، نستخدم مضادات اكسده. مضادات اكسده زي الاوميجا 3، زي القهوه، زي الشاي الاخضر. طبعا الاثنين دول بدون سكر. مضادات الاكسده مفيده جدا وبتعلي الحرق جدا جدا. النقطه الاخيره وانا قلتها في اكتر من فيديو، ان احنا ننام عدد ساعات كافيه، يعني مش اقل من 8 ساعات.